بيحط البول من هنا يتحول لبنزين من هنا في الجهاز اللي قاعد يخترعه. لا يا باشا، ما احنا ما وصلناش للمرحلة دي. تحط البول من هنا يتحول لبنزين في الجهاز؟ وبسبب ذكائه الفظيع خد براءة اختراع لجهازه بعد ما قعد يجربه قدام الناس، وفعلا البنزين اللي طلع من البول ولع بطريقة مذهلة. عزيزي المشاهد، هل كنت تتخيل في يوم من الأيام إن البول ممكن يتحول لبنزين يقدر يمشي العربيات؟ أهو ده اللي قدر المهندس الشاب محمد جمال إنه يحققه بعد ما وصل لاختراع جهاز عبقري. وانا مش متخيل صراحة ان المهندس محمد جمال هو صاحب الفكرة. وبعدين دي مكنة البول، هي دي المكنة اللي بتسحب. طب انت هي بتسحب البول ولا انت بتديها البول عشان تفرق يا باشمهندس طب انا عايز اعرف، بيبيها نفع ايش عرفك ان بيبي الشعب كله بقى ينفع يتحول لبنزين؟ الا اذا بقى لو حضرتك ضحيت التضحية الكبرى وقفت انت تمول لنا العربيات انا مش متخيل غير الباشمهندس واقف في البنزين طبعا الموضوع هيتعمل بشكل احترام وفي ادب، يعني في احترام وفي ساتر. الباشمهندس واقف في الكرفون بتاع اللي هو بيبي في الشارع بيمون. ده عمل وطن يا باشمهندس، انا بحييك عليه والله.